كنتش متخيل ان طيبتي وجدعنتي هتدفعني كتير قوي كده. وما كنتش اعرف ان الخير اللي عملته مع اختي هيتردلي بالشكل ده. انا هحكي لكم حكايتي، يمكن يكون في حد منكم بيعمل زي كده بغباء وبهبل، ويمكن يكون ما يعرفش ان ده اخرته وحشة. انا جاي لكم من المستقبل وبقول لكم بلاش بلاش تعملوا كده في نفسكم، بجد بلاش، محدش هيخسر غيركم. انا هحكي لكم حكايتي. أنا هشام، عندي 43 سنة، متجوز ومخلف بنتين، هنا ومريم. ولادي ومراتي هما كل حياتي. مراتي ست، ولا كل الستات بتعرف ازاي تحافظ على القرش وبتعرف ازاي تدبر أمورها. ما كنتش أتخيل إن حياتنا في يوم وليلة هتتحول لكابوس. بقولك ايه يا سميحة، مش أختي النهاردة كلمتني وبتقولي أنا عايزاك في حاجة مهمة؟ تفتكري عايزة مني ايه؟ صوتها كان مليان حزن، معرفش مالها. انا طبعا رديت وقلتلها تعالي طبعا يا حبيبتي تنوري وتشرفي بيت اخوكي، بيت اخوكي ده مفتوح لك في اي وقت. بس صوتها معرفش كان ماله يا سميحة، والله خايف قوي عليها. انا بعد ما قفلت معايا فضلت قلقان عليها. اما اشوف هي جايالي بعد شوية، هشوف هيكون في ايه. ربنا يستر وما يكونش في حاجة وحشة. انتي عارفة انا ابويا موصيني عليها. ربنا يستر، انا مستنيها اهو. بإذن الله خير يا حبيبي، مش عاوزاك تكون قلقان. انت عارف اختك ساعات بتكبر المواضيع شوية، ما تقلقش خالص، بإذن الله مفيش اي حاجة وحشة. يا رب يا سميحة، يا رب يسمع من بقك ربنا. بإذن الله خير، أدينا هنعرف هو في إيه. شرفتي بيت أخوكي يا أميمة يا حبيبتي، وحشتيني قوي والله. انتي عاملة إيه وجوزك عامل إيه والولاد إيه أخبارهم؟ عاملين إيه في الدراسة؟ طمنيني عليكم، بقالي كتير ما شفتكيش. احنا مش بخير ابدا يا اخويا يا حبيبي، والله احنا مش بخير ابدا. انت لو تعرف اللي حصل لنا. انا قلت ما فيش غير اخويا حبيبي هو اللي هيقف جنبي وهو اللي هيساعدني في اللي احنا فيه. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة بجد. انا هحكي لك كل حاجة يا حبيبي. ايه يا اميمة قلقتيني، قولي في ايه على طول. فيكوا حاجة؟ الولاد كويسين؟ انا عندي مشكلة كبيرة يا اخويا ومش عارفة اعمل ايه. جوزي شوكت قاعد من الشغل بقاله يجي شهر، ومفيش في البيت جنيه واحد اصرف منه على العيال، وانت عارف الولاد ومصاريفهم عاملة ازاي. ودول 4 يا اخويا، 4 مش واحد. مش عارفة اعمل ايه، الحمل بقى تقيل قوي ومش عارفين نتصرف. وقلت لشوكت مفيش غير هشام اخويا حبيبي هو اللي هيساعدني نخرج من اللي احنا فيه ده، ويجيب لك شغل ويسندني بقرشين لحد ما تقف على رجلك. طبعا يا حبيبتي، ما تشيليش هم حاجة ابدا. بيت اخوكي دايما مفتوح لك تطلبي اللي انت عاوزاه. مش عاوزك تشيلي هم اي حاجة خالص. وشوكة جوزك انا هتصرف باذن الله واجيب له شغل في اسرع وقت تقدر يعيشكوا منه كويس قوي. مش عايزك تقلقي خالص يا حبيبتي، بجد يا اميمة انت دموعك دي غالية قوي عندي. مش عايزك تبقي زعلانة كده. بصي ابقي خلي شوكة بس يكلمني علشان نتفق مع بعض. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي يا اخويا، حاضر. ربنا يخليك ليا واشوفك احسن واحد في الدنيا، ربنا يفتحها في وشك يا حبيبي كمان وكمان. هخلي شوكة جوزي يكلمك، حاضر يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، ما تقوليش كده، ده احنا اخوات. وسبتها ودخلت اوضه النوم علشان خاطر اجيب لها فلوس واجيب لها قرشين يساعدوها لحد ان شاء الله ما ربنا يفرجها عليهم. وطلعت تاني واديت لها الفلوس وقلت لها زي ما قلتلك يا أميمة، مش عاوزك تشيلي أي هم خالص، أنا أخوكي سداته في رقبتك يا حبيبتي. ما تشيليش هم وما تخافيش من اللي جاي، أنا معاكي لحد إن شاء الله ما تعدوا الأزمة اللي انتوا فيها دي. ردت وقالت لي ربنا يخليك يا حبيبي ليا، مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه والله. حقك عليا ان انا مشيلاك همي، بس انت عارف بقى الاخوات لبعضيهم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وكنت فعلا بفضل ادور له على حاجات شبه الشغل اللي كان بيشتغله، لكن برضه كان بيرفضه، وللأسف انا ما كنتش لاقي سبب. وبعد كام شهر لقيت اختي اميمة داخلة عليا وبتقولي الحقني يا هشام، الحقني يا حبيبي، الدراسة داخلة علينا واحنا مش معانا نجيب كتب للولاد ولا الهدوم بتاعة المدرسة.
مش عارفة أعمل إيه، الحقني أرجوك. رديت عليها وقلت لها ما تشيليش هم يا أميمة، أنا في ظهرك يا حبيبتي. وطلعت لها آخر فلوس كانت موجودة في المكتب واديتها لها، واتبسطت ومشيت وهي بتضحك. ربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي، مش عارفة من غيرك كنا هنعمل إيه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. وبعد ما روحت البيت لقيت سميحة مراتي غضبانة جدا وعمالة بتقولي وبعدين يا هشام، أختك بقت دايما بتطلب منك ومش عاملة حساب إنك فاتح بيت وعندك ولاد، وبصراحة المصاريف في البيت بقت بتأثر معايا جامد، وأنا مش راضية أقولك علشان ما تزعلش، بس فعلا ما بقتش عارفة أدبرها ومش عارفة أعمل إيه. وعلى الرغم من إن أنا عارف إن هي معاها حق، بس للأسف اضطريت أرد عليها وأقول لها معلش يا حبيبتي، دي فترة وهتعدي. لازم أشيل أختي في زنقتها، إن ما كنتش أنا هشيلها مين هيشيلها في الظروف دي؟ مهما كان دي أختي وأبويا موصيني عليها. خلاص يا حبيبي اللي انت شايفه، انا مش عارفة اقولك ايه، انا قلتلك على الوضع وبعد كده انت حر. عموما ربنا يخليك ليها ولينا يا حبيبي ويقدرك على اللي انت فيه. وبعد كده سميحة مراتي قامت نامت، بس أنا كنت قاعد مش مبطل تفكير. الحقيقة أنا عارف إن هي معاها حق، بس برضو مش عارف أعمل إيه. أتصرف إزاي؟ أسيب أختي في محنتها، ولا أقصر في بيتي، ولا أبقى أخلي بيتي مش محتاج حاجة وأختي مزنوقة؟ أنا مش عارف أعمل إيه. وعدت فترة كبيرة على الحال ده، كل ما أختي تحتاج فلوس تطلب مني وأنا أديها، لحد ما اضطريت أسحب كل فلوسي اللي في البنك، وما بقاش معايا أي مصاريف خالص. وما بقاش معايا حتى فلوس أصرف على ولادي ولا أدخلهم مدارس، من كتر ما أنا مش قادر أقول لأختي لأ ومش عايز أزعلها. وفي يوم من الايام وانا داخل البيت من الشغل لقيت سميحة مراتي عمالة بتعيط. سألتها مالك يا سميحة، في ايه بتعيطي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟